كفاية كفاية جلد في روحك، كفاية لوم في نفسك، كفاية تعذبوا نفسكوا على أخطاء قديمة حصلت وفاتت. كلنا بنغلط، كلنا بشر، المهم إن احنا نتعلم من غلطنا. جلد الذات ده اضطراب، مش ضمير حي. الضمير الحي ان انت تعاتب نفسك على حاجة انت شايف انها غلط ان انت عملتها، وبمجرد ما بتعاتب نفسك بتقفل الصفحة وتقفل على الموضوع. لكن جلد الذات المرضي ان انت تفضل فترات طويلة جدا كل يوم بتجلد في نفسك وتلوم في نفسك طول الوقت على حدث حصل او موقف حصل مش كويس منك وعدى عليه سنين. جلد الذات ليك او ليكي مش هيحل حاجة. حط في دماغك تاني ان احنا بني ادمين وبنغلط. المهم ان انت تتعلم من غلطك، المهم ان انت تفتكري الغلط اللي انت متضايقة من نفسك منه وحاولي ان انت ما تكرريهوش تاني. لوم النفس مش هيحل حاجة، بالعكس هيتعب نفسيتك قوي، هتتعبي نفسيا جدا، ونظرتك لنفسك طول الوقت هتكون مش حلوة. ساعتها مش هتعرفي ان انت تاخدي خطوات كويسة في حياتك. لوم النفس بيأخر، لوم النفس بيسبب قلق وبيسبب توتر وبيسبب اكتئاب. كفاية يا جماعة ضغط على نفسنا شوية. اتعلم المسامحة، لو ما سامحتش نفسك مش هتعرف تسامح الناس. اتعلم ان انت تكون رحيم، ربنا رحيم وبيسامح، احنا مش هنسامح. سامح نفسك وابدأ صفحة جديدة. انت تستاهل ان انت تعيش مبسوط، تستاهلي ان انت تعيشي في راحة بال، تستاهلي ان انت تعيشي وانت بصة لنفسك بصة كويسة، وانت مقتنعة بنفسك وشايفة نفسك ان انت تستاهلي الحياة الهادية. لو الموضوع عجبكم سيف وشير، واتمنى متابعتكم.